والله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا العصر القريب وفي غيره إلا على أيدي أناس علماء حكماء علماء يتمثلون بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويطبقونه قدر الاستطاعة فنفع الله بهم، وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. وفي هذه الأيام نرى تراجع وتتقلص وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه. والله لقد شتمت عائشة يهوديا فقالها رسول الله: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. حديث متفق عليه. هذا الحديث إذا ذكره عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله يقولون هذا تمييع. إذا ذكرت الحكمة والرفق واللين والحلم والصف التي هي من ضروريات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن العوامل التي تجذب الناس إلى الدعوة الصحيحة فيدخل الناس في دين الله أفضل. يستخدمون التنفير رغم أن الرسول يقول: إن منكم منفرين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يا إخوان، هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصموا الرسول بأنهم ميت، والصحابة وعلماء الأمة بأنهم ميتون. يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية، يلزمهم أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة واللين يكون هو الميت. استغفر الله، والله لا يريدون هذا ولا يقصدون، ولكن لا يدركونه. فعليهم الآن أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام. نحن والله نجاهد ونناظر ونكتب وندعو إلى الله عز وجل فيعتبرون من الميت لا نقول حكمة ولين ورفق لما رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها. فماذا نصنع؟ فقلت يا أخوة، لما نرى نيران تشتعل نجي نصب عليها بنزين خذت زيت اشتعالا، وإلا نأتي بهذه الأمور التي تطفي هذه الحرائق. بارك الله فيكم. فأنا اضطررت، وهذا واجبي من قبل اليوم، وأنا أقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت الدمار، رأيت هذا البلاء. أقول: عليكم بالرفق، عليكم باللين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم. الآن يعني هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، تركوا أهل البدع واتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة. فأحياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. ادعوا إلى الله بكل ما تستطيع بالحجة والبرهان في كل مكان. قال الله قال رسول الله، وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يسلم بإمامتهم ومنزلتهم في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذوا هذا. وأنا أوصي الإخوان يروحون أفريقيا ولا يروحون في تركيا ولا في الهند ولا في غيرها، والله أقول قال الله قال رسول الله قال فلان من الأئمة الذين يحترمونه. تروح أفريقيا تقول قال ابن عبد البر قال مالك قال كذا. أين العقائد فاسدة؟ لما تأتي بكتاب الله وسنة الرسول وتأتي بكلام العلماء يمشي لك ينقد لك. هذه حكمة. لكن لما تأتي بس أنت من عندك، بس أنت في الميدان وحدك، ما حد يضل منك. فلا بد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس.